أنا برأيي هيك مباراة مهمة كان المفروض يكون بها متواجد عدنان درجال. نعم. ليش؟ عدنان لأن هو السبب الرئيسي بجمع هاي المجموعة من اللاعبين. يعني كابتن عدنان يدخل يحاضر، يعني ينطيهم دفعة معنوية؟ وليش لا؟ أعطيه 5 دقائق. أعطيه 5 دقائق، هو رئيس اتحاد سابق وهو أنا أتصور يعني أنا تدري أباوة العلاقة المرتبطين بها مجموعة اللاعبين المغتربين وحتى أبناء الداخل علاقتهم كلش قويه بعدنان درجال. ويقبل كابتن عدنان يروح؟ هذا هو قاعد ويا الجمهور، هو يخدم البلد، هو جاي يخدم بلده. وتتصور عدنان راح يرفض؟ مستحيل. وفتره كبيره كان فيها مع اللاعبين. مع اي بس ما اتصور بحكم انه اتحاد جديد. اقول لك انت اقدم عليها، اقدم عليها، تسويها والقرار سويها. حتى اللاعب يبدي. انا البارحه كنا نحكي انا وياك، قلت لك ليش عدنان قاعد على المدرج؟ كابتن عدنان عفوا، ليش كابتن عدنان قاعد على المدرج؟ قلت لي قالوا له ما ادري شلون، يعني المهم بس اجوا كل الاداريين وكل اللاعبين سلموا عليه. صحيح شفتها. ما هو هذا اللي احنا ندور عليه. انت من راح تيجي تسلم علي فمعناها انت تحبني طبعا، انت تريدني طبعا، تريد تسمع من عندي. وهو تصور صار 2 إلى 3 سنوات هو اقرب واحد على هذه المجموعه. تغيروا كل المدربين وتغيروا كل المشرفين، لكن بقى عدنان درجال هو المسؤول على هاي المجموعه. فاني وجهه نظري كانت حتى لا تسويها مفاجاه. لو اني مسؤول على الفريق، لو اني حكيم شاكر الان المدرب بمكان ارنولد، ما اقول راح اجيب عدنان درجال. اخلص المحاضره واكمل واتمم كل شيء، افتح الباب اقول لك كابتن عدنان تعال احكي مع اولادك، اعطيه دقيقتين، اعطيه 3 دقائق. هنا سيحدث الإعجاز والإنجاز، عندما يجب أن يكون هنالك الكثير من اللاعبين أن يردوا الدين. هو كل شيء دين، احنا مو نقول بالعراق طبعا، ما ادري الاخوان يعرفوها، لا نقول كل شيء دين حتى دمع العين. نعم. تبكي علي يبكي عليك، تضحك الان جزء من وفاء انه يا عدنان درجال احنا راح نوفيك. هم اللاعبين، انت ما دامك طبيت علينا احنا راح نوفيك. لين تجي ماكو لاعبين كل الناس اختلفت عليها بس عدنان قال زينين؟ مو طبعا. فهذا راح يدي يوم تصفيه الحسابات من اجل ردود الافعال. زين انت